في أي حتة في الدنيا المشرحة بتكون مجرد مبنى بيحفظ الجثث، إلا هنا في حلوان بيتقال إن اللي بيدخل المكان ده عشان يشتغل بيعرف إنه هيشتغل في مكان ليه أصحاب تانية بيطلعوا بالليل. مشرحة حلوان مش مجرد تلاجات، دي مكان بيحتفظ بالناس المجهولة اللي ملهاش أهل يسألوا عليها، والشغل فيها له قوانين مش مكتوبة. وأول قانون ما تبصش وراك لما تسمع صوت، والقانون التاني ما تكلمش حد في الضلمة. عايزكم تستعدوا لأننا دلوقتي داخلين نعرف إيه بيحصل بعد ما أبواب المشرحة الحديد بتتقفل. وجوه المشرحة التلاجات ليها أرقام مش أسماء، وأشهرهم كانت التلاجة رقم 7. الحكايات بتقول إن التلاجة دي بالذات الجثث اللي بتدخلها مش بتستقر، والكلام ده قالهولنا عم عماد حارس قديم هناك. بيحكي عم عماد وبيقول إنهم لاحظوا شيء غريب، مهما كانت درجة التبريد عالية قوي الجثة اللي بتدخل في التلاجة رقم 7 بتفضل دافية، ومفيش تفسير علمي. العمال كلهم بيقولوا الموضوع ده ثابت دايما في نفس التلاجة. واللي زود الموضوع أكتر إنهم كانوا بيلاقوا خرابيش على باب التلاجة من جوه، كأن حد كان بيحاول يفتحها، بس مين؟ دي الجثة بتكون متجمدة ومتصلبة. القصة دي انتشرت جدا لدرجة إنهم حاولوا يغيروا باب التلاجة كذا مرة، لكن القصة فضلت زي ما هي. وتعالوا نشوف حكاية تانية. في قصة متداولة جدا بين موظفين المشرحة القدام عن حاجة غريبة كانوا بيسموها الجثة اللي بتصحى. طبعا مش بتصحى بمعنى إنها بتعيش، لكنها بتعمل حركة بسيطة بتخض اللي بيشوفها. كان في جثة لواحد كبير في السن مات في الشارع، ومحدش قدر إنه يتعرف عليه. وبعد ما دخل لأوضة الحفظ بتاعة الجثث الموظف المسؤول راح يجيب له غطا عشان يحافظ على درجة الحرارة، بس لما رجع حكى الموظف إنه شاف الجثة حركت وشها ناحيته وبتبص عليه. وقتها دمه نشف، وبعدها بثواني الجثة رجعت لوضعها الطبيعي. والدكاترة بيقولوا إن ده بسبب انقباض بسيط في العضلات بسبب التبريد العالي، لكن الموظفين كانوا بيقسموا إن الجثة دي كانت بتبص عشان تطلب حاجة. عايز أقول لكم إن أصعب مكان في المشرحة كلها ما كانش التلاجات، لأ، دي كانت أوضة التشويح القديمة اللي اتقفلت من سنين طويلة جدا. الأوضة دي كانت ليها باب حديد كبير، وكان المفروض إن هي فاضية. الحارس اللي هناك بيحكي مرة إنه كان بيعدي من جنب الأوضة وسمع صوت حركة خفيفة جاية من جوه، كأن حد بيسحب كرسي تقيل على الأرض. الحارس خاف يفتح، لكنه حكى إنه شاف ظل معدي من فتحة التهوية، والظل ده كان واقف ثابت وما بيتحركش. وكل الموظفين بيقولوا إن الأوضة دي دايما في أصوات غريبة بتطلع منها ومفيش أي تفسير. وخلينا ناخد حكاية كمان، ودي من أكتر القصص اللي تفاصيلها فعلا مرعبة. قصة العروسة اللي بيتقال إن المشرحة جالها جثة بنت ماتت يوم فرحها في حادثة، وأهلها دفنوها، لكن المشرحة احتفظت بملفها وحاجتها. موظف في الاستقبال حكى إنه في ليلة تليفون المشرحة رن، وده تليفون داخلي ما بيستقبلش مكالمات من بره. الموظف رد وسمع صوت بنت بتهمس باسمه، ونادت عليه بالاسم مرتين. الصوت كان هادي جدا وواضح. الموظف قفل السماعة بسرعة وهو خايف، لكن التليفون رن تاني ورد الموظف، والبنت قالت له ما تخافش، أنا العروسة، فين الفستان بتاعي؟ الموظفين بعد كده كانوا بيقسموا إن الروح دي كانت بتدور على حاجتها الشخصية اللي اترمت في المشرحة بعد الحادثة. وهقول لكم على حكاية غريبة جدا كانت بتحصل وملهاش أي تفسير عن مفاتيح المشرحة. الحراس بيحكوا إن مفاتيح معينة لأوضة التشريح القديمة بتختفي وترجع تاني في أماكن مستحيل تكون راحت لها. والأغرب من كده إن الأوضة بتكون مفتوحة ومش مقفولة. حارس جديد كان بيشتغل في التسعينات كان اسمه عم عبده. عم عبده كان بيحلف بالطلاق إنه بيقفل أوضة التشريح كويس جدا، وفي الصبح بيلاقي المفاتيح محطوطة تحت المخدة اللي بينام عليها، وهو بيكون شايلهم في حتة تانية أصلا في مكتب الأمن. وتكرر الموضوع ده أكتر من مرة لدرجة إنه طلب إنه يتنقل لمكان تاني. بس موظفين الاستقبال كانوا بيحكوا عن حاجة غريبة. الممرات بتاعة المشرحة دايما بتبقى باردة ومقفولة كويس جدا، لكن كانوا بيحسوا بهوا سخن بيعدي بسرعة من جنبهم، كأن حاجة فعلا كانت بتجري وبتعدي على طول. وفي طبيب من الطب الشرعي كان بيشتغل متأخر حكى إنه في مرة كان بيحاول يراجع ملفات جثة مجهولة الهوية، وإنه حس بتقل على كتفه، والتقل ده كان بيزيد لدرجة إنه مقدرش يتحرك. ولما حاول يصرخ لقى إن القوة دي اختفت بسرعة. هو مفسرش ده، لكن عمال المشرحة كانوا بيقولوله دي روح بتطلب منك إن ملفها يتقفل عشان ترتاح. وفي حكاية مشهورة جدا هناك لشاب مات غرقان ومحدش قدر يتعرف عليه. الجثة دي فضلت في المشرحة لشهور طويلة. حارس الليل في الفترة دي حكى إنه كان دايما بيلاقي ورد بلدي جديد محطوط على باب تلاجة الجثة المجهولة دي. الموظفين ما كانوش عارفين مين اللي بيعمل كده. الأسطورة بتقول إنها كانت روح حبيبته اللي كانت بتيجي بالليل تحط الورد وما تقدرش تستنى لحد الصبح عشان ما تنكشفش.
والحقيقة إن تأثير المشرحة ما كانش بس على اللي شغالين جواها، ده أهل حلوان اللي كانوا ساكنين حواليها كان ليهم حكاياتهم. المشرحة ليها سور عالي لكنها كانت على طول مكان مقبض وتقيل. أكتر حكايات بتخوف كانت بتيجي من الأطفال، كان بيتقال إن الأطفال اللي بيلعبوا كورة جنب المشرحة بعد المغرب كانوا بيشوفوا أنوار غريبة بتنور وتطفي في شبابيك أوضة التشويح اللي المفروض إنها بتكون مقفولة ومفصول عنها الكهرباء. الأطفال كانوا بيحكوا إنهم بيشوفوا أشكال بيضة بتتحرك زي الدخان ورا الشبابيك دي. وفي حكايات كتير عن صوت ضحك أو همس بطريقة كده مرحة بيطلع من المشرحة في أوقات متأخرة جدا من الليل. المشرحة بتستقبل جثث الموت العنيف والقتل، ومفيش أي سبب منطقي لأي صوت فرح وانبساط يجي من المكان ده. أهل المنطقة كانوا بيحكوا إن الضحك ده بيكون ليه مواعيد معينة، لما الحكايات دي بتنتشر الناس بتخاف تعدي من جنب المشرحة بعد الساعة 12 بالليل، وناس قالت إن سبب الضحك ده بيكون على الناس وهي بتعدي وخايفة. وزي ما في ضحك في كمان بكا، بس بكا من نوع تاني. المشرحة ليها بوابة خلفية صغيرة كانوا بيستخدموها لدخول الدكاترة أو عربيات النقل السريعة. شباب كانوا بيعدوا من ناحية الباب ده سمعوا صوت عياط خفيف جدا زي صوت طفل صغير، ولما كانوا بيقربوا من البوابة الصوت كان بيزيد، لكن ما كانش عياط حقيقي، كان شبه صوت تنهيدة طويلة بوجع. الأهالي بتقول إن العياط بسبب حزنهم إن محدش عرف هما مين. كمان بيتقال إن أي عربية بتعدي من قدام المشرحة بعد نص الليل وتكون ماشية بسرعة الموتور بتاعها بيقف فجأة، وبيضطر السواق يركن على جنب ويحاول يشغل العربية، بس مفيش فايدة، وبمجرد ما السواق يستعيذ بالله العربية بترجع تشتغل كأن مفيش حاجة حصلت. وفي قصة متداولة جدا بين سواقين التاكسي القدام في حلوان. في سواق حكى انه في ليلة لقى زبون واقف عند اخر شارع المشرحة. الزبون ده كان راجل كبير وشيك كده وطلب منه يوصله المكان في وسط البلد، وطول الطريق الراجل ده كان ساكت خالص وما بيتكلمش مهما حاول السواق يفتح معاه كلام. ولما وصلوا لوسط البلد السواق طلب الأجرة بتاعته، فالراجل مد إيده وكان في إيده عملة قديمة جدا ما كانتش موجودة ساعتها. السواق لما بص عشان يعترض ملقاش حد، والشخص ده اختفى من الكرسي اللي جنبه. المشرحة كان بيجي فيها عربيات إسعاف كتير جدا، بس في حكايات عن عربيات محدش عارف هي بتاعت مين. أهالي المنطقة اللي بيسهروا حكوا عن موضوع غريب شوية، بيشوفوا عربية إسعاف قديمة بتقف قدام بوابة المشرحة وما بينزلش منها جثث ولا حد بيطلع منها، بتفضل واقفة حوالي 5 دقايق كده وأنوارها بتفضل تنور وتطفي لوحدها كأن حد بيشغلها من جوه، وبعدها بتختفي فجأة. مفيش أي عربية إسعاف تبع المشرحة كانت قديمة بالشكل ده. وفي زاوية من زوايا سور المشرحة دي كان في شجرة قديمة جدا من نوع معين. الشجرة دي كانت عاملة زي ظل ضخم على السور. الأهالي بيحكوا إن أكتر من مرة موظفين الحي حاولوا يقطعوا الشجرة دي عشان يعملوا توسعة للطريق، لكن كل مرة كان بيحصل حاجة غريبة، يا إما المعدات تتعطل فجأة يا إما العمال يتخانقوا خناقة كبيرة وما يقدروش يكملوا شغل، لدرجة إنهم سابوها في حالها ومحدش فهم التفسير الحقيقي وقصتها إيه. أهالي المنطقة اللي ساكنين في الشوارع الجانبية القريبة من المشرحة كانوا بيحكوا عن حاجة بتحصل دايما. كان في ست عجوزة بتيجي في نص الليل وتقف عند البوابة الرئيسية. الست دي كانت دايما لابسة عباية سودة ومفيش أي حاجة واضحة من ملامحها في الضلمة، وكانت بتفضل واقفة ساكتة وما بتعملش أي حركة، لكن اللي بيشوفها كان بيحس بحزن شديد جدا، ولو حاول أي حد إنه يقرب منها كانت بتختفي في لحظة. والأهالي اتفقوا إن دي روح أم ابنها مات في المشرحة وبتيجي تزوره كل ليلة. وفي قصة تانية برضه غريبة، إن في الليالي اللي القمر فيها بيكون كامل وتحديدا لما الدنيا بتبقى هادية خالص كان بيظهر شكل أبيض زي دخان أو سحابة كده وبتتحرك ببطء فوق سور المشرحة. الشكل ده ما كانش بيطير بسرعة، لأ، ده كان بيتحرك بهدوء زي قطعة قماش ملفوفة وبيختفي فجأة لما بيوصل لنهاية السور. القصة دي خلت الناس تتجنب المشي على الرصيف بتاع المشرحة أو اللي موجود الناحية التانية. طب في سؤال، ليه أهالي حلوان وكل اللي اشتغلوا في المشرحة صدقوا الحكايات دي؟ وهل فعلا الموضوع حقيقي؟ الحقيقة إن ممكن كل ده يكون حاجة نفسية، وهقول لكم ليه. المشرحة بتخزن الجثث اللي مش معروفة سواء القتل أو الانتحار والحوادث التقيلة. الجثث دي بتموت وهم في حالة ألم ورفض للحياة، وهنا بقى بتيجي الأسطورة عشان تريح الناس وتقول لهم الروح دي متعذبة وما طلعتش. الخوف من المشرحة هو في الحقيقة الخوف من الموت نفسه ومن مصير الجثة المجهولة اللي محدش بيسأل عليها. اللي بيقعدوا في المشرحة لوحدهم عارفين كويس إن الرعب الحقيقي مش في الأشباح، لأ، الرعب الحقيقي هو في الأسرار اللي بيسيبها الناس الحية. إنهم بيشوفوا الأهل وهم بيرفضوا جثة ابنهم، وبيشوفوا المحققين وهم بيحاولوا يلموا الأدلة من آخر لحظات الميت. الرعب بجد هو إنك تشتغل في مكان بيفكرك كل لحظة إن النهاية ممكن تكون مأساوية ومجهولة.
مشرحة حلوان لسه موجودة ولسه أبوابها بتقفل كل ليلة على حكايات كتير، سواء كنت بتصدق في الأشباح اللي بتمشي جواها أو بتشوف إن كل دي مجرد هلوسة من عقول تعبانة. في الحالتين المشرحة دي بتفضل مكان بيشهد على إن الموت مش دايما هادي، أوقات بيكون دوشة بتفضل محبوسة في التلاجات ورا الأبواب الحديد. ودي كانت قصتنا النهاردة، لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك.